السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. هذا اليوم غادي نفصلوا واحد الفستان طبقات اللي كيكون طبقات بالكشكشه. عندي هنا توب فيه 3 متر على متر ونصف، يعني 3 متر في الطول على متر ونصف في العرض. كنطويه بهذا الشكل هذا، يعني كنطويه من هذه الجهه هذه، وكنخلي الجهه المفتوحه هي اللي كنخلي، يعني كنخلي واحد المقاس تقريبا ديال اللي كيكون عندي انا في التركيز ديالكم. هنا انا خليت 25 سنتيم، انا خليت 27 سنتيم باش تجي مقاده، يعني ما يخصنيش في التركيز. وطويت الباقي، يعني طويت من الجهه اللي مفتوحه. من بعد ما قضيته فوق الطبله بحال هذا الشكل، غادي نبدا في المقاسات. نحاول نقادو مزيان باش تبان الصوره مزيان. هنا غادي نبدا نحط المقاسات ديالي. عندي 8 سنتيم في الكول، وعندي 20 سنتيم في الكتاف. غادي ننزل هنا ب3 سنتيم ونطيح الكتاف، ندير سطر بهذا الشكل هذا. كنتمنى يكون باين. هنا غادي ننزل بجوج ديال السنتيم، درت التقويره ديال الكول. غادي ننزل في التركيز، نقسم المقاس ديال الصدر على 4. غادي نحط المقاس ديال التركيز، عندي هنا 25 سنتيم ديال التركيز، وهنا غادي نحط 32 في الصدر. هذا يعني تقريبا 2 اكس ال. غادي ندير الدورة ديال التركيز، وغادي ننزل هنا ب 16 سنتيم، وغادي ندير المقاس ديال الحزام. غنقص هنا على غادي ندير 30 سنتيم هنايا، ونمرر بسطر من الحزام للصدر. هنا غادي ندير واحد السطر بهذا الشكل هذا. من بعد ما درت هذا السطر هذا، غادي نعبر. عندي هنايا غادي نزيد هنا غادي نزيد ديك المسافه اللي غادي نزيد فيها الكشكشه ديال اللي عند الحزام. هذيك الطبقه، يعني الطبقه الثانيه، يعني من بعد الفوق. هنا كندير 40 سنتيم، وغادي نفوت واحد شويه باش نخلي ديك السنتيمات ديال الخياطه، ونكمل العبار ديالي. يعني تقريبا غادي نقسم هاد ما تبقى ديال الطول ديالي، غادي نقسمه على 2 زائد 40 سنتيم ديال هذا الجزء العلوي، وما تبقى غادي نقسمه على 2. هنا عندي انا 50 سنتيم، لان هاد البياسه عندي فيها 140 متر. غادي ندير 50 سنتيم على 50 سنتيم على 40 سنتيم ديال الفوق. دابا هنا غادي ننزل ب 40 سنتيم، غادي ننزل عفوا غنزل ب 50 سنتيم، وغادي ندير سطر. غنسطر هذا السطر هذا ديال اللي عند الحزام، وغادي نسطر هذا السطر هذا اللي كيفصل بين الطبقتين. هنا غادي نعبر شحال عندي من يعني اللي درت في المقاس ديال الحزام. غادي نزيدو 15 سنتيم، غادي نزيد 15 سنتيم ديال الكشكشه زائد العبر ديال الحزام. نفس هذا المقاس اللي عندي هنا غادي نحطو هنا، وغادي ندير واحد السطر. غنجر الطوب واحد شويه، نقادو فوق الطبله باش يبان ليا مزيان. هنا غادي ندير نفس المقاس اللي حطيت في الحزام مع ديك 15 سنتيم اللي زدت. نفس المقاس غادي ندير في هاد البلاصه، وغادي ندير واحد السطر. غندير واحد السطر بهذا الشكل هذا. من بعد
هنا عندي 50 سنتيم ومتبقى 50 سنتيم. يعني هذا الجزء هذا يعني يكون متساوي مع الجزء الثاني. دابا هذا المكان هذا غادي نزيد عليه نفس القياس داكشي اللي بقى لي هنا، غادي نزيدو تقريبا. انا عندي هنايا شي 20 سنتيم اللي بقات لي هنا. 20 سنتيم اللي بقات لي انا غادي نزيدها في هذه الكشكشه ديال الاسفل. دابا غادي نجر الثوب وغادي غنقطع الدوره ديال الكول وهاد الهبطه ديال الكتاف بهذا الشكل هذا، وغادي نهبط بالدوره ديال التركيز. هنا غادي ندير الدوره ديال التركيز وغادي نقطع هذا الجزء هذا، غادي نقطع هذا الجزء العلوي بهذا الشكل هذا. من بعد ما غادي نقطعو غادي ندوز لهاد الطبقه هادي، غادي نقطع هاد الطبقه هادي اللي زدت فيها 15 سنتيم، وغادي ندوز للطبقه الثالثه. من بعد ما قطعت هذا غادي نجرد الثوب هذا، غادي نحيد الثوب اللي نقطعو بالمقص، نحيد الثوب اللي لتحت بعدا هو الاول. ومن بعد دابا غادي نكمل التقطيعه ديال هذا الجزء هذا الجزء الاخير. دائما راه انا خليت مكان ديال الاكمام من ديك الجهه اللي مسدوده. من بعد ما قطعت هاد 3 طبقات، يعني 2 طبقات والجزء العلوي هو 3، هاد البلاصه غادي ندير فيها الكشكشه بهذا الشكل، وهذا الجزء حتى هو غادي يكون فيه الكشكشه بهذا الشكل. دابا غادي ندوز لهاد الجزء العلوي باش ندير عليه التعديلات. غادي نفتح بحال هاد الشكل هذا. دابا غادي من بعد ما درت هاد الطبقه على الطبقه الاخرى، ملي غادي ندير هاد القطعتين على بعض انا غادي نقص واحد 3 سنتيم من هاد من الاسفل ديال التركيز، يعني من هاد الجهه هادي غادي ندير واحد 3 سنتيم هنا، وغادي ندوز واحد السطر بهذا الشكل هذا وغادي نقطع. هنا كنقصها من الجناب باش ما تجيش طايحه من الجناب. نحاول نقاد مزيان ما نقطعش مزيان. دابا غادي نحيد واحد القطعه ونجيب القطعه ديال الامام، نحيد الخلف ونجيب الامام. دابا الامام غادي نديرو الدوره ديال الكول اللي غادي ننزل فيها ب10 سنتيم، ندير الدائره بهذا الشكل هذه، ونحاول نقاد الثوب دائما نقادو ما نخليش واحد البلاصه فايته الاخرى. غادي نقطع الدوره ديال الكول وغادي ندوز التعديل في الدوره ديال التركيز. دائما هذا الشيء في الجهه ديال الامام فقط، الجهه ديال الخلف لا. دابا غادي نقص واحد سنتيم ونصف في هذه الدوره هذه، وهذاك سنتيم ونص هو اللي غادي نقص في الكتفين، يعني غادي نقصو باش يجي ليا الكم ما يجيش ليا جهه اكبر من الجهه الثانيه. من بعد ما فصلنا لهذا الجزء هذا، دابا غادي ندوزو للاكمام. هاد القطعه هذه اللي كانت مطويه على 2 وخليناها على المقاس ديال التركيز، غادي نطويها على 2 بهذا الشكل هذا ونرجع نطويها على 4. يعني دائما الثوب يكون مطوي على 4 من هاد الجهه المسدوده. دابا غادي نحطو المقاسات ديالنا من هاد الجهه المسدوده. هنا غادي نحط المقاس ديال عندي راس الكم غادي ندير فيه 18 سنتيم، غادي نحط 18 سنتيم ديال راس الكم، وغادي نعبر لكم عندي فيه 62 سنتيم غنديرو فيه لاستيك. يعني هذا غنديرو هو المقاس عندي 60 ولكن غادي ندير 62 سنتيم.
غادي نحط المقاس ديال التركيز اللي هو 25 سنتيم، ندير واحد السطر بهذا الشكل هذا، غادي ندخل هنا ب 13 سنتيم ونقسم هذه المسافة هذه على 2. من بعد كل بلاصة بحال هذا الشكل غادي نقسمها على 2، نقسم هذه على 2 ونقسم هذا المكان هذا على 2. غادي نخرج هنا بسنتيم وندخل هنا بسنتيم وندير هاد التقويره ديال التركيز ديالكم، ونجيب سطر من هذيك 18 سنتيم حتى الاسفل ديال التركيز. هنا كنكونوا رسمنا الكم ديالنا. نقاد الثوب مزيان ونقطعه. نقطع راس الكم حتى هو. وهنا كنكونوا فصلنا هاد الكسوه ديال الطبقات. دابا اشنو بقى ليا؟ غادي نقطع واحد الباندا اللي غندير بها البي ديال الحاشيه ديال الكول. غنقطع واحد 3 سنتيم على طول ديال الثوب هكذا باش غادي نخيطها في الدوره ديال الكول. وهنا كنكونوا كملنا الفصاله ديال هذا الفستان هذا. كنتمنى نلقاكم على خير ان شاء الله في فيديو قادم.